السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة وصفات آمنة. كما عودناكم أحبائي في كل مرة نجيب لكم وصفة جديدة. أنا اليوم حضرت وصفة الكعك المعروفة به عدة مناطق من الغرب في بلادنا، لكن أنا هنا استغنيت على الزرارع اللي حطوها فيه. حبيت يعني نبدل الوصفة شوية على طريقتي، وعملتها بعطر الليمون والذوق تاع الليمون. نبداو في مكونات ومقادير الوصفة. أنا هنا كيلت بكاس أم وليد المعروف، يعني إذا ما عندكمش هذا الكاس في الدار مش لازم تتقيدوا به. دفيت الحليب، لازم يكون الحليب دافي، لازم ما يكونش سخون. نزيدو هنا نص كاس زيت. أنا عندي يعني غير كاس واحد نكيل به، على ديك راكم تشوفوني قاعدة نكيل الزيت قدامكم. من نوع هذا تاع الكاس تاع ام وليد عندي كاس واحد. فوالا نصب الزيت ونزيدو مغرف كبيرة تاع خميرة. يعني هنا لما يكون الجو دافئ نديرو كمغرف كبيرة فقط، ولما يكون الجو يعني بارد نديرو مغرف وربع. انا اليوم هنا عندنا حل دافي درت مغرف فقط، لكن هنا انا ما عمرتهاش المغرف، زدت يعني طرف خميرة. ونزيدو كاس سكر. انا كيلت بالكاس هذاك بعد سكر كلاصي، يعني هناك تقدروا تعملوا السكر العادي، السكر جلاس الارطب ولا السكر العادي، يعني عادي تصلح الوصفة. بيضة عندي عفوا، وعندي مبشور ليمونة. وهنا انا مع مبشور الليمون زدت عطر الليمون. على هذه هنا قلت لكم يعني بدلت في الوصفه ودرتها على طريقتي. يعني المبشور تاع الليمون خليته يكون معاه العطر تاعو باه تجي طريقه مختلفه ويجي المذاق مختلف. يعني ريحتها هنا كي بعد ما طابت باش نقول لكم جات ريحتها تقتل. خلط المكونات حتى تتجانس وتذوب هذيك الخميرة. بعدها نزيدو الفرينة تدريجيا. انا هنا استعملت فرينة لابيل بعد ما غربلتها، وزدت لها ربع مغرف تاع ملح صغيرة باه نعدل المذاق. ونبقى نزيد في الفرينة تدريجيا ونحركو بلا فوي. هنا العجينة تاعنا لازم تكون تتلاصق، يعني بعد ما لميناها ندهنوها من الفوق بشوية زيت. هتجينا من بعد سهلة في العمل، يعني كي نخدموها نبداو نشكلوا فيها يعني. هنا ونغطيها نقفلها، خلاها تختمر من ساعة إلى ساعة ونص، يعني حسب الجو اللي عندكم في الدار. فوالا نخلاها هنا. بعد ما اختمرت العجينة تاعنا بعد قسمتها إلى كريات متساوية، ونبدأ نشكل الكعك تاعنا. أنا شكلته هكا بلا ما عملته يعني حربوش طويل وقصيته وزدت لميته. انا عملته كيما هكا كيما الكعك عاد يعني. فوالا انا عاد الدايره تاعنا ونجيبو المقص ونقص بالمقص هكا على الاطراف كيما تشوفوا. يعني سهله عجينه في العمل تاعنا، تجي سهله يعني ماهيش طريه ياسر وماهيش يابسه. نحطها في البلاطو، حطيت عليه ورقه طهي باه ما تلصقناش كي ندهنوها بالعظام يعني. ندير معاكم كعبه اخرى هنا.
فوالا كيما قلت لكم، يعني التشكيل تاعها سهل، خلاص ماهوش راح يتعبكم خلاص. بالمقص يعني كاين اللي يعملوها بالسكينة، انا عملتها بالمقص احسن. ونخليوها هنا تزيد يعني تختمر، غطيوها نخلوها تختمر ومن بعد ندهنوها بالاصفر تاع العظام. ودرت معاها انا نسكافيه، درت صفار بيض ونسكافيه مغرفة صغيرة، وحليتها ودهنتها من الفوق ودرت لها جنجلانية وحطيتها على الفرن بعد ما سخن. اذا احبائي هنا بعد ما طاب الكعك تاعنا صدقوني جاء خفيف خلاه، وش راح نقول لكم، ريحته رائحة الليمون وذوق ليمون. وش راح نحكي لكم، وش راح نخلي لكم، يعني ان شاء الله تجربوه وتشاركوني بتعليقاتكم. واهنا تحياتي الناس الغرب، ما تنساوش الاشتراك في قناتي كي يصلكم الجديد دايما، ودمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.